تخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. هي الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وفي القمة الأخيرة لقاء الدول العربية التي استضافتها مملكة السعودية سميناها قمة القدس. حاولنا التأكيد على مواقفنا الثابتة تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الشعب الفلسطيني هذا الشعب الذي لم يكن في يوم من الأيام معتديا أو غازيا وجد نفسه دون أي ذنب ارتكبه ضحية لاعتداء أثيم. أعلن نيابة عن أشقائكم شعب المملكة العربية السعودية عن تقديم 1,000 مليون دولار مساهمة في البرنامج المقترح من هذه القمة لإعادة إعمار غزة. وأكد استنكار المملكة وأسفها الشديد القرار الأمريكي بشأن القدس، ما يمثله من انحياز كبير لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. مشانا للحرب عام 48 وطلعنا من عند ربد الرام الله، ويوم جينا بظهر القدس من شمال وتنزل القاعدين ويفردون السرايا. فلسطين مسمينا فوق البدو، يا الله يقوا هالجيش هذا قالوا هاتوا فوق البدو هم اللي يكسرونها. فوق البدو هذا من أكثر سعودية. بحب السعوديين، الأرض تبعت السعودية بحبها. أيوة. وبحب شعوري الحمد لله ألف خير ونعمة في حضور الله وحضوركم. الحمد لله، أشكر جلالة الملك السعودي اللي اتاح لنا الفرصة اللي نيجي نزور مكة. لأنكم ناس طيبين، ربنا يرزقكم على الظالمين، ربنا يفيكم شر. أنا عمري 72 سنة، بفضل الملك سلمان ابن عبد العزيز إني يعني اللي ودانا الفيزا ووصلنا هان بالأمن والأمان، وبارك الله فيكم كلكم. أنا فلسطينية وجينا الحج الحمد لله رب العالمين، ونشكر اللي حججونا واللي ساعدونا. يقرب من حدودك لا يجربنا، يلقى المنايا على حد السعودية. السعوديون دائما وأبدا يقولون لنا، وهذا مشهور عنهم: ماذا تريدون نحن معكم، ماذا تريدون نحن معكم. السعودية بالذات عمرها ما تدخلت بشؤوننا، ولكن عمرها ما تأخرت عن دعمنا في كل المجالات. هذا هو موقفها. وأذكر أن الملك سلمان قال لي كلمة: لن نحل قضية الشرق الأوسط بمعنى الحل الإقليمي قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المرة كررها الملك وكررها ولي عهده. هذه الحقيقة، حقيقة الموقف السعودي. موطني نفخر بعشقك وانت سكننا، ونهيم في حبك وندفع عمرنا كله، ونجود بالهمة لجل ما تكون في القمة، فوق السحايب مكانك يا سعودي.